الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى في المسند، وكذلك روى ذلك غيره، أن الخوارج في زمن التابعين دخلوا بلدة، فأتوا إلى موضع وكان فيه عبد الله بن خباب، والده صحابي جليل، فارتاع من دخولهم دخلوا بشراسة فارتاع من دخولهم، فقالوا له: لم تراع، ما ثمة شيء يستوجب الروعة والخوف، ما الذي يخيفك؟ كأنهم يقولون. قال: لقد رعتموني والله، يعني دخول فيها شراسة، في إخافة. قالوا: أنت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: حدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. قالوا: أنت سمعت ذلك من أبيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. إذا وصلت في سماعك للحديث إلى هذا الموضع تقول: خلاص انزجر الحديث، ويروي لهم وهم طلبوا رواية الحديث. قالوا: أن سمعت ذلك من أبيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فأخذوه إلى جانب النهر وذكوه كما تذكى الشاة، ضربوا عنقه إلى جانب النهر، ودخلوا إلى بيته وبقروا بطن أم ولده وهي حامل، وهم قبل قليل يقولون: حدثنا بحديث سمعته عن أبيك عن رسول الله. وهم عندما يقومون بهذه الأعمال بزعمهم أنهم يصلحون ويسعون في صلاح المجتمع والقضاء على المنكرات والإجهاز على المفسدين، وهذه الأعمال حتى قتل هذا الصحابي أو ابن الصحابي يعدونه باب من أبواب الإصلاح، لأن القلوب أشربت الفتن. ولهذا النفر الثلاثة عبد الرحمن بن ملجم ومن معه عندما اجتمعوا عند بيت الله على القضاء على كبار الظلمة في زمانهم، حددوا أكبر ظلمة في ذلك الزمان زمانهم ثلاثة، في مقدمتهم علي بن أبي طالب خير الناس في زمانه رضي الله عنه وارضاه، عدوه في كبار الظلمة رؤوس الطغاة عدوه، وتواعدوا على قتل هؤلاء الذين هم علي ومعاوية وعمرو بن العاص في 17 من رمضان. وسبحان الله هذه بقيت سنة خارجية، يتواعدون في رمضان، لأن رمضان فيها النفوس تكون مطمئنة ومقبلة على الطاعة، ولا يتصورون من يهجم عليهم. فكثير من، وهذا من ينظر في التاريخ يرى ذلك، كثير من أعمالهم تكون في رمضان، ومؤامراتهم يخططون تنفيذها في رمضان. في كثير من
أزمنة التاريخ يرى ذلك. الشاهد أنه لما أقدم على قتل علي وأشهر السيف وقت صلاة الفجر قرأ الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي أنه يرى أن عمله هذا مما تشترى به أو تطلب به مرضاة الله وينال به ثوابه سبحانه وتعالى. أقصد أن الأمر في الفتنة يمر بمراحل، فإذا أشرب القلب الفتنة لا يلوي على حق ولا يلتفت إلى هدى ولا يقيم لآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وزن،